السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد من عالم هبة. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض يا ريت ننزل تحت في الكومنتات ونصلي على النبي او اذكري اي ذكر من اذكار الله. اديني ثواب وخدي انتي ثواب الذكر. يلا هنبدأ الفيديو ونقول قبل ما نبدأ: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة فيديو جديد. الفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه يا هبة؟ الفيديو النهاردة جديد من نوعه. ركزي معايا بقى كده وما تعديش ولا ثانية واحدة في الفيديو. طيب ازاي؟ ايه هو الفيديو النهاردة زي ما مكتوب في العنوان: بجنيه واحد بس هتبني بيتك وتعمريه بالخزين. انا ما بتكلمش على خزين الشهر، انا بتكلم على خزين ينفعك فيما بعد. يا مثلا نقول خزين رمضان، كاننا بنحضر لخزين رمضان. بجنيه واحد هنملى الفريزر بتاع التلاجة. طب ازاي هبه؟ فهميني، قصدك ايه؟ الجنيه ما عادش بيجيب حاجه. هقول لك انا ازاي. اول حاجه حضري اي حاجه كده في اي مكان، وليكن زي المج ده مثلا، كوبايه، علبه، علبه صغننه، اي حاجه اللي متوفر عندك، برطمان، اي حاجه، وحطيه في مكان ظاهر. ممكن تحطيه على الجزمه، ممكن تحطيه على المطبخ، على الكومودينو، على التسريحه، اي حاجه. هتحطيه كل يوم تروحي جايه حاطه فيه جنيه لمدة شهر. جنيه 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 جنيه. كل يوم داخلة من بره معاكي جنيه، معاكي 2 جنيه، حطيه في المج، مش هيخسر معاكي ولا هيأثر على ميزانية البيت. هو احنا بنقول جنيه واحد بس. تمام يا هبة؟ طب الجنيه ده هنعمل بيه ايه في آخر الشهر؟ هنبقى معانا، لو الشهر معانا 30 يوم، 31 أو 31 يوم، هيبقى معانا 31 جنيه. 30 يوم هيبقى معانا 30 جنيه. في شهر 28 يوم هيبقى معانا 28 جنيه. ممكن تزودي ال2 جنيه، مفيش مشكلة، خليها علينا احنا. طيب الجنيه ده هنعمل بيه ايه يا هبة؟ هقولك يا حبيبة قلبي هتعملي ايه، بس قبل ما نقول يا ريت تحطي لايك. ولو انت اول مرة تشوفيني، انا اسمي هبة ودي القناة بتاعتي. يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام. طيب الجنيه ده، نرجع بقى لموضوع الجنيه ده هنعمل بيه ايه يا هبة؟ هقولك يا روحي هنعمل ايه بالجنيه. اول حاجه، واحنا بنروح نجيب طلبات الشهر، زي ما بنروح كل اول شهر كده بنروح عند العطار نجيب طلبات الشهر، سواء بهارات، بقوليات، اللي هي الحاجات الناشفه. تمام. هنجيب ايه؟ نص كيلو لوبيا اول شهر. تاني شهر هاتي نص كيلو عدس بجيب او عدس اصفر. تالت شهر هاتي دقيق. كيلو دقيق دلوقتي ب19 جنيه وب20 جنيه. ده انت لو هتجيبيه مغلف هتجيبيه ب30 جنيه. طيب هنعمل ايه يا هبه؟ الحاجات دي الجو حر هتبوظ معانا. احنا اول حاجه هنعملها هنفضي درج عندنا في الفريزر بتاعنا، والدرج ده مش هنفتحه ولا هنيجي ناحيته خالص. انسيه كأنه مش موجود معانا. تمام يا هبه؟ طيب جبنا اللي انت قلت عليه، مش هنلمسه، هندننا في الدرج ده لحد ما يتملي للاخر خالص. في وقت الزنقه احتجت منه حاجه هاخد. بس الدرج ده اعملي حسابك رمضان فاضل عليه 7 شهور، فممكن تملي في الدرج ده الحاجات اللي هتحتاجيها في رمضان. ولادك بيحبوش اللوبيا، عوضي وهاتي الفول. هاتي كيلو فول مدمس. الشهر اللي بعده هاتي فول مدشوش تعملي طعمية. الشهر اللي بعده هاتي فاصوليا ناشفة. اللي بعده هاتي دقيق. هاتي سكر. بتحبيش الحاجات دي كلها، املي الدرج سكر. مش هقولك لا. كيلو السكر بيختلف سعره، في من 27 جنيه ل35 جنيه. هاتي على قد الفلوس اللي معاك. جبتي في شهر مثلا الدقيق ب25 جنيه مثلا، 5 جنيه الباقي هتيجي نحطها مكانها نستعملها الشهر اللي بعده. يبقى احنا كده بجنيه واحد عمرنا بيتنا، شفنا ايه اللي ناقصنا وجبناه. الدرج ده مرة تجيبي فيه بسلة، مرة معلش، مرة تجيبي فيه فاصوليا ناشفة، مرة اللوبيا اللي هي معين سمرة هاتي نص كيلو وحطيه. كل اول شهر هتلاقي معاكي 30 جنيه.
انا مش هقولك حوشي بال100 جنيه، كل واحد دلوقتي اضرب الظروف، احنا عارفين ان الظروف زي ما احنا قلنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده. طبعا زي ما قلنا كده ان احنا كل اول شهر بنروح نجيب زي ما اتفقنا ان احنا نروح نجيب خزين بيتنا عشان نوفر. نجيب الخزين البيت بالشهر او على الاقل خالص كل 15 يوم، ده بيوفر معاكي جامد. طيب احنا رحنا نجيب مثلا خزين البيت اول الشهر 15 يوم قدام، تمام كده كده المبلغ بقى موجود، ال30 جنيه بقوا موجودين. هنعمل ايه؟ هناخد ال30 جنيه نشوف ايه اللي موجود عند العطار ممكن نشتريهم بال30 جنيه ده، سواء سكر، سواء لوبيا، سواء فاصوليا خضراء، سواء عدس اصفر. احنا داخلين على الشتاء، نجيب نص كيلو عدس اصفر ونحطه. نبقى نعمل مره كشري اسكندراني، نعمل مره عدس، نعمل مره شوربه عدس، هننوع. المهم الدرج الفريزر ده انك تحطي فيه لحد ما خلاص يقولك خلاص ارحميني انا عادش فيها مكان. بعد كده ممكن ايه لو لقينا خلاص زاد نسحب، بس لما نيجي نسحب في ايه؟ في القديم، اول حاجه جبناها خالص كده كده هي في الفريزر مش هيحصل لها حاجه ان شاء الله وبامر الله. مفيش، العطارين عندهم كميات وبسم الله ما شاء الله ما بيحصلش فيها حاجه، ما بالك انتي حطاه في الفريزر ومحافظه عليه. ممكن تجيب السكر، ممكن زي ما قلنا لرمضان ده فيه فيديو قوي جدا انا هنزلهولك علشان رمضان، لازم نجهز من دلوقتي لخزين رمضان عشان ما نجيش بعد كده نقول الحقيني يا هبه انا مش قادره الفلوس مش مكفيه. لا، ده انا هخليكي كل حاجه تكون جاهزه عندك في البيت لرمضان، مش هيبقى فاضلك غير اللحوم. يبقى فلوس الشهر ومصروف الشهر هتاخدي جزء تجيبي بيه اللحوم بتاعتك، وجزء هتشوفي ايه اللي ناقصك في البيت لو عايزه تجددي اي حاجه في البيت عشان خاطر تستقبلي العيد. ممكن تجيبي دقيق بكميات كبيرة، عشان لو كل شهر هتجيبي كيلو دقيق ولا كيلو ونص دقيق. على فكرة 30 جنيه ممكن يجيبلك كيلو ونص دقيق، على حسب، ممكن تزودي 2 جنيه 3 جنيه وتجيبي كيلو ونص دقيق تعنيهم عشان نعمل ايه؟ الكحك. مخليش ولادنا نفسهم في حاجة، هنعمل الكحك والبيتي فور والغريبة لو عايزة والبسكويت بتاع العيد، هتعملي كل حاجة. مش هتيجي وقتها ده انا عايزة، ده مصاريف رمضان وداخل عليه العيد ولبس العيد مش هتقولي كده، مش هتقولي، هتبقى عندك بيتك عمران بالخير. لازم كده تحطي لنفسك خطة مستقبلية، خطة تبصي بيها لقدام تعمري بيتك. انا قلتلك الجنيه ده فارق معاكي في حاجة؟ انت ما قدرتي تحطي اكتر من الجنيه حطي، مش هقولك لا، حطي كل يوم 2 جنيه هيبقى معاكي 60 جنيه. شوف ممكن تجيبي ازازة زيت بيها. انا مش عايزه اسبق الاحداث، انا ان شاء الله محضره لكم بدل الفيديو فيديو 2 لرمضان، ازاي هنجهز لرمضان وازاي هنحضر لرمضان من دلوقتي. بس دلوقتي خلينا في الفيديو بتاع النهارده. هو فيديو سهل وبسيط والله، لو عملتي كده هتبصي لقدام، هتبصي ازاي. لا، ده انا ست شاطره، ده انا ست لهلوبه، ده انا مجهزه لرمضان من دلوقتي، ده انا بيتي عمران. جيت اخر الشهر مثلا ما معيش فلوس اجيب حاجه، اطلع من الفريزر ده لو مزنوقه جدا، مزنوقه قوي. لكن لو انت قادره تزقيها سيبي حاجه الفريزر زي ما هي لبعد كده، انت ما تعرفيش قدام في ايه. فياريت ننظم حياتنا، ننظم وقتنا بالشكل ده. انا قلتلك نرجع نقول تاني هنعمل ايه. هتجيبي كوبايه او برطمان زي الجميل زي ده، وهنحط فيه كل يوم جنيه 2 جنيه. اشتركي انت وجوزك، حطي انت جنيه وجوزك جنيه. هو ما يلاقيكي بتعملي كده من نفسه يعرف لا ده مراتي ست شاطرة، ده مراتي ده رزق، مراتي دي رزق ليا، رزق لولادي. الست الشاطرة رزق، زي ما بقول في كل فيديوهاتي، الست الشاطرة، الست المدبرة رزق.
يا ريت لو وصلتي لحد هنا يا حبيبتي تعملي لي لايك وكومنت وتصلي بينا على النبي وتذكري الله في الكومنت عشان تاخدي ثواب. كل اللي هيقرأ الذكر بتاعك ده هتاخدي حسنات وثواب عليه. فانتي اتفرجت على الفيديو وقدرتيني وعملتي لي لايك واشتراك للقناة، فعلت زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا مع ألف سلامة واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة حبايبي، اشوف وشكوا على خير.